النبي ويدعون الناس إلى اجتنابها. في هذه الرواية التي نحن بصددها وهي تحدثنا عن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، وفيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في هذا الجمع الغفير الذي يزيد على 120,000 اجتمعوا لأداء المناسك خلف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت خطبته الجامعة التي أسس فيها لهذه الأمة، أسس فيها أصولا وفروعا، ولم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا وبينه، حتى في أمر الأعراض: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومن هنا علمنا أن الشريعة الإسلامية صانت الأعراض كما صانت الأموال كما صانت الدماء، وأيضا كذلك جاء في التنزيل قوله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ونهي عن التجسس صيانة لعرض المسلم، حفاظا على عرضه. ومن هنا في حديث الإفك قال ربنا تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لم ترى الأعراض صيانة أو حفظا أو قانونا صارما يضع حدودا كحد الزنا وكحد القذف إلا في شريعتنا التي ارتضاها الله تبارك وتعالى شرعة للعالمين.